السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يومنا النهاردة يوم عادي، يوم حلو، يوم جميل. هنعمل مع بعض ايه كده؟ احنا قاعدين كلنا زهقانين طبعا من الاكل. انا كنت جايبة معايا كده القرنبيطة الحلوة ديت، شايفين هي لزقت لنا دي كده بالمصفى. هنفسخها كده مع بعض او هنقطعها مع بعض. وانا حاطة هنا معايا مية بتغلي، حاطة فيها كمون وملح وحطيتها كده تغلي على ما ايه نشوف هنعمل مع بعض ايه. ومعايا ديت طبعا حبيتين بطاطس كده جهزتهم برضو معانا عشان الولاد بيحبوا البطاطس المقلية مع القرنبيط. ومعايا 3 بيضات ومعلقتين دقيق والبهارات بتاعتنا. وهنعمل طبق سلطة كده حلو مع بعض. تعالوا بينا بقى نقطع القرنبيطة مع بعض. هنسمي بسم الله وهنصلي على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. هي شايفين هي مقطعة نفسها ازاي؟ زهرة حلوة معانا كده كده. بس معايا السكينة، احس ان هي كبيرة معايا كده بروح جاية شايلة منها حتة، ودي برضه اشيل منها حتة كده. اللي احس ان هي كبيرة بروح جاية اسمها 2 بالسكينة كده بس بالراحة، علشان طبعا القرنبيط ما بتحملش معانا، بتتكسر بسرعة. نسيب ديت ولا اقسمها؟ نقسمها وخلاص. ايه رأيكم؟ تعالوا بقى معايا كده، المية غلت نحطها في المية. المية بدأت تغلي معايا اهي. المية دي انا حاطة فيها كمون وملح، والرز كده ولعت عليه، غسلته وولعت عليه. احط معايا القرنبيط بقى كده. انا احط القرنبيط لتحت، الحتة دي تبقى تحت كده عشان هي اللي تتسلق معايا بسرعة. احنا عارفين ان الزهر اللي فوق دي ما بتحملش. ياخد له كده غلوتين مع بعض وهنشيله عشان ما يتقراش معانا. اما يتسلق كده حلوين هنجهز معانا طبعا نحمر البطاطس، عشان بعد ما نحمر البطاطس نحمر وراها القرنبيط على طول. ولعت كده على الزيت يسخن معايا. اما يسخن تعالوا نعمل مع بعض الخلطة بتاع القرنبيط. معايا ده شبت كده انا خرطته ناعم اهو، سيبه كده. وجبت طبق تاني معايا، هكسر معايا البيض في طبق تاني كده معانا، نكسر فيه البيض عشان لو البيض طبعا معانا في حاجة كده ولا كده يبقى احنا ضامنين ايه قبل ما نحطه على الشبكة. وعشان طبعا نقلبه مع بعض كويس. معايا كده 3 بيضات، هجيب كمان واحدة اصل البيض ده صغير. هاخد شوية فلفل اسمر من ده كده احطه على البيض، وشوية دقة، ومعايا الشبت اهو. هاخد بقى الحاجات دي كده كلها هنا فيش على الشبت. معايا كمان معلقتين الدقيق، ومعايا البهارات هنا كلها اللي احنا قلنا عليها. وهجيب كمان قيمة نص معلقة نشا. النشا ليه؟ النشا عشان يخلي القرنبيط معايا مقرمش كده وحلو. اقلبه كله في بعضه، وهنزل هجيب كمان شوية مية كده صغيرين واحطهم كمان عليه. شوية مية كده، واقلب كل ده كده ببعض.
ادوب الدقيق بالنشا بالبهارات بالبيض بالشبت، كل ده كده يبقى خليط كله كده جاهز معايا كده تمام. اشيله على جنب بقى واخد البطاطس احطها في الزيت. جهزت كده معايا كمان السلطة يا حلوين. جبنا بقى معانا ايه، فلفل الوان كده، تشكيلة فلفل الوان حلوة، اصفر واخضر واحمر. نعمل طبق سلطة كده يستاهل بق الحبايب معايا. خلصت كده يا حلوين طبق السلطة معايا اهو كله كامل من مجموعه، فلفل وطماطم وخيار وشبت وجرجير، حاجة فاخر من الآخر. حط كده معايا شوية كمون، شوية كمون صغيرين كده وعصرة ليمونة. نقلبه كده في بعضه بقى واحطه في التلاجة، وقت الأكل اطلعه احط عليه شوية دقة صغيرين وشوية زيت زيتون. رأيكم بقى في طبق السلطة ده؟ طبق سلطة فاخر من الآخر. هنروق حتتنا كده أول بأول جنبنا، عشان احنا ما بنحبش طبعا الكركبة. ومعانا الخلطة بتاعتنا ديت بدأت باين. تعالوا بقى نطلع كده مع بعض القرنبيط، وبدأ خلاص ان هو السلق معايا كده، ماسك بعضه لسه. عشان بقى مش عايزة اسيبه اكتر من كده عشان ما يتهراش معانا، عشان لو سبت اكتر من كده يتهرى معانا واجي في احمره الاقيه كله بقى مهري معانا. طبعا انا كنت غاسله القرنبيطه ديت معايا قبل ما اقطعها واحطها في الطبق. شيل الميه ديت معايا كده، البطاطس بقى تتحمر معايا علشان ابدا احمر معايا القرنبيط. شايفينه ماسكه نفسها ازاي؟ كل زهره كده ماسكه نفسها. مين يا ولاد بتضحك عليه كده زيي البطاطس دي؟ تاني اسبوع كده كل ما اجيب بطاطس الاقيها من البطاطس اللي بتطلع مسكره وبتتحمر بسرعه. مش عارفه ياكلوا البطاطس بقى اليومين دول كده ولا الناس ما عادش عندها ذمه. شايفين لون البطاطس من اللي بتلهب بسرعه ازاي؟ هنجيب بقى القرنبيط بتاعنا اهو جاهز، ومعانا الخلطه بتاعتنا عشان احنا هنحط ونشيل على طول نحط في قلب الزيت. ايه رايكم بقى في الخلطه الجامده دي؟ هشيل كده احط على طول هنا في الزيت. انزل كده في قلب كل زهره حبه كده وهي بتتحمر يبقى شكلها حلو. بس تبدأ تتحمر معايا بقى هنقلبها مع بعض. هنا لسه عايزة شوية وبعد كده نقلبها.
طبعا نشوفها كده اتحمرت معانا ولا ايه. ان شاء الله. نهدي النار شوية بس كده، النار حامية على ايديا. الألوان هنجهز بقى طبق كده ونحط عليه منديلين. طبق اهو يا بنات كده طويل، نجيب بقى معايا المنديل كده واحطه عليه عشان اطلعه عليه، علشان ايه المنديل ده بشرب اي زيت وكمية زايدة معايا. زيكم بقى يا حلوين. نطلعها بقى. القرنبيط ما بتحبش تقلب فيه كتير عشان ما يتهراش طبعا معانا. اللي هتلاقيها اتحمرت معايا بقى كده هطلعها. طلع كده معايا على المنديل اهو جنبي. شايفين لون الشبك كده معاه من الفرن جميل ازاي. طبعا نجيب بقية الكمية ونحطها معانا الطبق اهو. ناخد منه كده نحطها مقلوبة تحت، علشان لما اجي احط شوية من الصوص اللي احنا عاملينه ده ينزل في قلب الزهرة اللي تحت. ناخد واحدة كده كمان معايا. الزيت اللي موجود بقى معايا شوية دول هحطهم برضه في قلب الصوص ده على ما اللي في الطاسة يطلع. نحط عليه كده من الخلطة دي كده عشان يديله طعم حلو. يعني طبعا اللي احنا طلعناه مع بعض اهو، شايفين يا بنات بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم بقى؟ هنا يا حبايبي بقى انا خلصت بقية الكمية كلها اهو، وعملت كمان طبق الرز الحلو ده كمان معانا، قدحت عليه كده شوية زيت. ايه رأيكم؟ رز مفلفل طبعا وزي العسل، وطبق السلطة اللي احنا عاملينه مع بعض، وطبق البطاطس اللي انا ما عدتش عارفه لها حل ديت، والله اشتري بطاطس كويسه من مين. وهنا بقى ده يوم غدانا النهارده، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش بتاع حلوه طالعه من قلبكم والاشتراك يا حلوين.